هل تعلم أن الطبيعة تخفي أسراراً قد تغير حياتك؟ اليوم سنكتشف معاً سر الأعشاب السبعة اللي وهبها الله لنا لتكون شفاءً وراحة للجسم والروح. 1. الزنجبيل، ملك الدفء والنشاط، ينشط الدورة الدموية ويقوي المناعة. 2. الكركم، درع الجسم ضد الالتهابات، يطهر الدم ويعيد التوازن للجسم. 3. النعناع، نفس من الراحة، يهدي المعدة وينعش النفس. 4. إكليل الجبل، اللي هو الروزماري، يقوي الذاكرة ويمنح الذهن صفاء وتركيز. 5. القرفة، سحر المذاق والشفاء، تساعد في توازن السكر وتدفي القلب. 6. الحبة السوداء، شفاء من كل داء كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. والعشبة السبعة، اليانسون، نغمة من الهدوء، يريح الأعصاب ويساعد على النوم المريح. سبحان من جعل في الطبيعة شفاء ورحمة. اللهم اجعل في هذه الأعشاب بركة ودواء لنا، وعلمنا كيف نحافظ على صحتنا من نعمك في الأرض. تقدروا كمان تجمعوا الأعشاب دي في برطمان واحد وتعملوا منها شاي طبيعي يومي يقوي المناعة وينشط الجسم بإذن الله. صلوا على الرسول واعملوا لايك واشتراك، فضلاً وليس أمراً، وجربوها وهتحسوا بالفرق من أول أسبوع. قولوا لي رأيكم وبتتابعوني من أنهي بلد.